السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهاردة من صدر فرخة بس هنعمل اكلة جميلة وطعمها جميل جدا وفي نفس الوقت هتدينا كمية كبيرة. انا اشتريت صدر فرخة كامل، ده نصه وده النص التاني بتاعه اللي انا هستخدمه النهاردة. الكمية دي حوالي ربع كيلو. كمية حوالي ربع كيلو. قطعت الصدر كده لقطع وهحطها بقى هنا في الكبة بتاعتي عشان افرمها. زي ما انتم شايفين اهي الفراخ بقت ناعمة جدا جدا. تمام. هنبدأ بقى نضيف المكونات، طبعا هنضيفها بمعلقة مختلفة. اول حاجة معانا بيضة واحدة، معلقة دقيق، معلقة كبيرة برضو نشا، ومعلقة كبيرة بقسماط. التوابل بتاعتي بقى هبدأ اضيف اول حاجة ملح، فلفل، السبع بهارات. هنضيف شوية كل حاجة، شوية نص معلقة صغيرة، وبابريكا، واخر حاجة شوية شطة كده لو بتحبيها سبايسي. وفي برضو هضيف شوية بيكنج باودر. بيكنج باودر حوالي ربع معلقة صغيرة، مش كتير يعني. بس كده. انا طبعا اثناء كل ده سايبة البطاطس تتسلق على النار بحيث اخدها واضيفها معاهم. هقلب كده الخليط كده بالراحة، واول ما البطاطس تطلع اهرسها واضيفها معايا. بس كده ادينا ضربنا اهو الخليط، قلبناه كويس. هنبدأ نضيف بطاطستين مهروسين، مسلوقة طبعا ومهروسة. بطاطستين وسط كده يعني، حوالي ربع كيلو، يعني قد الفراخ هضيف البطاطس. انا ضفت ربع كيلو فراخ، فبالتالي هضيف ربع كيلو بطاطس. هديها تقليبة كده، مش لازم تقليبة قوية لان انا كده كده هاخد الخليط ده كله احطه في الكبة ويتضرب تاني، فهقلبهم بس ببعض كده خفيف، واوديهم الكبة يتخلطوا كويس.